السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الدلو حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا القناة ما ينسوش يعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو، وده فضل منكم مش أمر، والأمر لله وحده. حبايبي بقى أولادي وإخواتي الموجودين في القناة، حطوا اللايك وشيروا الفيديو. لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله. حبايبي حطوا اللايك. انتوا عارفين انا بنزل فيديو متأخر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. انتوا بتدعوا دايما بتقولوا يا رب استجيب دعوات، يا رب انا تعبت. انتوا حاسين بالظلم، حاسين ان حد ظلمكوا، حد عمل لك ضجة في حياتك. احب اطمنك وبشرك واقول لك على حاجه كويسه هتريح بالك. لو ليك نصيب في حاجه، لو حتى البيبان كانت مقفوله، ربنا هيرتب لك سبب وهيفتحه لك من جديد، عشان خاطر انت تستاهل حاجه كويسه وتستاهل نصيب كويس في حياتك. بلاش القلق والحيره، لان انت عندك في خير، عندك امور جايلك في الطريق باذن الله، وهتديك سعاده وهتديك الفرج والرزق. بس انت دايما تتفائل، لان انت حاسس ان كل الباب مقفولة في وشك، مفيش ولا باب مفتوح، بالعكس انت عندك فيه رزق، عندك فيه رزق. انتوا بصوا حبايبي، انت في عندك حبة كلاب، حد بيحاول ياخد نصيبك، حد وتفتش وراك، حد بتحاول توقعك في اخطاء، ناس كتير وراك وانت مش عارف. عندك في ارض بيتك اعداء كتيرة موجودة في بيتك وانت مش عارف. خلي بالك وانتبه كويس جدا، مش كل الناس تأمن لها، مش كل الناس اللي تحبها، مش كل الناس اللي تستاهل حبك وحنانك. بينك وبين الشريك مشاكل كتير جدا، بين شريكك في مشاكل كتيرة، لدرجة ان قررتوا ان انتوا تبعدوا، تنفصلوا. قررتوا ان انتوا تبعدوا او عايزين تنفصلوا، بس انتوا بسم الله في حد هيجيلك هيعوضك او يدعمك. انت تستاهل كل خير. في منكم عندكم علاقة تالتة، وفي نفس الوقت تخلي بالكم وتنتبهوا كويس جدا من حد موجود في حياتكم. ده بوشين، حد بوشين، معاكم بوش ووراكم بوش، فخلي بالكم انتبهوا كويس جدا. انتوا عندكم حد بوشين، كلمة معاكم وكلمة عليكم، وهو إنسان مش كويس وخبيث، فخلي بالكم، خلي بالكم كويس. لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله لا سيما الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. الهم اللي انتوا فيه ده والتعب اللي انتوا فيه والطاقة السلبية دي، انتوا هتطلعوا منها. الطاقة اللي انت فيها هتخرج منها، كل الامور السيئة اللي انت فيها هتطلع منها. فعايزاكوا تخلي بالكوا وتطمنوا، وحاول ان انت تكون في وضع احسن من كده، لان انت عندك في رزق، في عندكوا مولود جديد، وعندكوا رزق وخير جايلكوا، وده بفضل ربنا عليكوا. لو انتوا مستنين خبر حمل، انت هيكون عندكوا حمل وطفل جديد، عندكوا في حاجة جديدة. الناس اللي حصل عندها اجهاض، هيكون عندكوا تعويض من عند ربنا، عندكوا خير، عندكوا رزق، عندكوا تفاؤل. حاولوا دايما تتفائلوا، حاولوا دايما تركزوا على الخير، على قد الخير اللي جاي، على قد الدوامة اللي انت فيها. يعني انت عايش في دوامة، عايش في حيرة، عايش في ألم مش عارف له آخره. على قد التعب ده كله والألم، انت عايش في الدوامة، حاسس ان حياتك متلخبطة، ما فيهاش اي جديد. كل ما تاخد قرار في حاجة بتلاقي نفسك رجعت لورا، كل ما تاخد قرار في حاجة تلاقي رجعت لورا.
حاسس ان انت عايز تنفجر، عايز تعيط، مش عارف تعمل ايه. لا اله الا الله. على قد التعب والنار اللي هي والعة من بعض الناس، من بعض الامور الموجودة عندك، انتوا عندكوا فرحة حلوة، خطوبة، زواج ليك او لاختك او لاخوكي، والله اعلى واعلم. انتوا عندكوا في فرحة جوه بيتكوا باذن الله، وده بفضل ربنا عليكوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. الراجل منكوا دايما عنده مشاكل، دايما في مشاكل في حياته العاطفية، دايما عندكوا في نفور، دايما عندكوا حيرة، توتر. انتوا حاسين ان انتوا مش عارفين انتوا عايزين ايه، او عايز ايه، او مش عارف تتعامل الشريك ازاي، او بتحس ان في مشاكل، في نفور بينك وبين الشريك. خلي بالك واحذر ان عندكوا علاقة تالتة، علاقة فيها علاقة تالتة. انتوا بسم الله ما شاء الله، على قد الحيرة والتوتر والألم وكل الإزعاج وكل المشاكل، على قد ما ارجع اقول لكم ان انتوا عندكم في فرحة، وبإذن ربنا عندكم فرحة بإذن الله. بالنسبة للناس المطلقين او الناس ابعدوا عن اطفالهم، عندكم قضايا في المحاكم، انتوا هيكون عندكم في تجمع اسري، تجمع اسري. انتوا عندكم في تجمع تاني، وهتتجمعوا انتوا واطفالكم، او هيكون اشكال اطفال، والله اعلى واعلم. كمان عندكم انتوا بدأت تحطوا نقط الحروف، وهتبدأ تواجه كل المشاكل اللي جاية، وهتبدأ ان انت تحط النقط على الحروف، وهتبدأ ان انت تعرف عايز ايه، وتتعامل ازاي، وتكسب ازاي، وهتخاطر ازاي، وهتعرف انت عايز ايه في الفترة الجاية. المحنة اللي هي داخلة عليك، عايزاك تنتبه وتخلي بالك كويس جدا. في ناس بتاخد منك كلام وترجع تنشره على، بلاش تتكلم. في ناس وراك عايز تاخد رزقك، عايز تاخد منك حاجات كتيرة. في ناس كتير حاسداك على اي حاجة بتخش، تخش بيتك، تخش حياتك. عندك حسد كبير جدا في حياتك، لدرجة ان انت بتحاول تعافر، وبتحاول تعمل حاجات كتيرة جدا، وتعالج الحسد، وتعالج الدنيا اللي موجودة في حياتك. انا حاسة يعني شايفاكوا ان انت عندكوا تربط متكتف، حد ماسك فيك، والله اعلى واعلم. في حد مكتفكوا، حد مربطكوا. انت حاسس ببعض التوتر والحيرة ومش عارف تعمل ايه. انت لو انت مقدم على وظيفة، هيكون في تغيير في حياتكو، عندكو تغيير في حياتكو العاطفية وحياتكو العملية، عندكو تغيير جذري في حياتكو ان شاء الله. بس لازم تخلي بالك، تخلي بالك، لان انت عندكو في حية، حية موجودة في حياتك. هي بنت، البنت دي عاملة زي العقربة، عقربة دايما عايزة تخرب البيت، عايزة تضيع مستقبلك، وانت ماشي وراها، او هي وراك وهي عايزة تأذيك، والله اعلى واعلم. احلامكم مزعجة. ايه الحاجة اللي انتوا حلمتوا بيها وعامل لغاية دلوقتي بتحاولوا ان انتوا تحققوها؟ حلمت حلم وبتحاول ان انت تحققه، بتحاول ان انت حلم حلو، بتحاول ان انت توصل له، بتحاول ان انت تعمل وتسعى عشان توصل لهدفك. انت بتعافر وبتحاول، بتبقى عايز تجيب القرش منين ومنين، ما بتحبش قعدة البيت، بتحب تعافر. بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس اللي ظلمتني، في الناس اللي كسرت بخاطري. حلمك هيتحقق بإذن الله. عندكم في طريق وربنا هينوره لكم بإذن الله وبفضل ربنا. بس خلي بالك من واحدة ست كبيرة في السن،
عايزة تخرب بيتك، او هي بتحاول ان تمشيك على مزاجها، بس انت ماشيك على مزاجك انت وعلى دماغك واللي انت عايزه بتعمله. نصيحتي ليك بقى ما تتكلمش عن حياتك، ما تتكلمش كتير عن حياتك، سيب الامور كلها زي ما تيجي تيجي. بلاش تتكلم عن حياتك، بلاش ان انت تقول انا حياتي فيها وفيها. لا، لا، اكتم، اكتم على حياتك، اكتم على حياتك. بلاش تحكي، بلاش تفضفض. بتقول انا فضفض مع احبابي مع اقرابي، هترجع خسران تاني، هترجع خسران من تاني. بين نفسك الامنية اللي عايزة تتحقق هتتحقق بإذن ربنا. انتوا الهم اللي انتوا شايلينه بلاش تفكروا فيه كتير. هيكون عندكم فيه ازدهار قمة الفرحة. انتوا عندكم خير وعندكم فرحة، تطوير حلو جدا. انتوا بدأتوا تحبوا نفسكم وبدأتوا تحكموا بالعدالة في حياتكم الفترة دي. انتوا هيكون عندكم عدالة هتحكموا بيها، في خير حلو قوي، لان انتوا فرحتكم قريبة عليكم، فرحتكم ما شاء الله عليكم. بلاش القلق والتوتر، عندكم استقرار عاطفي بشكل كبير جدا. الاستقرار العاطفي ده هيكون بعد خيبة امل، مشاكل، امور مش مرتاحين فيها. انتوا بدأتوا تقفلوا على حياتكم، تقفلوا على قلبكم، تقفلوا على لسانكم، بدأتوا تعملوا تجديد في شكل حاجات كتير جدا. انت عندكم استقرار في الحياة الجاية، كل مشاكلكم هتتحل، والغيمة السوداء اللي عليكم دي هتنزاح وهتترمي بره، لان تفكيركم قوي، تفكيركم في اكتر من حاجة. والخبر الحلو ده بإذن الله هيفرحكم قوي. في حد عندكم تعبان وبالكم مشغول عليه وعمالين تفكروا فيه كتير جدا، او في حد مش عاجبكم تصرفاته وعمالين تتكلموا معاه وبتقولوا انت بتعمل غلط. في تجمع في عيلة، في نقلة جديدة، نقلتكم هتكون حلوة جديدة. انتوا حابين تقعدوا مع نفسكم، حابين الاستقرار، حابين ان انتوا بتحبوا العزلة جدا وبتحبوا الهدوء. في عندكم ارتباط وزواج والتجمع في قعدة حلوة. والمال اللي جايلكوا ده عايزكم تمسكوا على ايديكم شوية، لان ربنا هيفرحكم، لان انتوا عندكم عين قوية سايباكم من اقرب الناس ليكم. فخلي بالكم، حياة جديدة عندكم هتبدأوها واحدة واحدة. العصبية مش عايزاها، بلاش العصبية، لان انتوا بتمروا بضيقة، بتمروا بخنقة، بتمروا بعدم استقرار في حياتكم المادية والنفسية. فياريت تخلي بالكم، حياتكم حاسين ان هي متلخبطة، بتجيبوا الزعل لنفسكم من غدر الناس اللي حواليكوا. محدش يعلم الغير، فياريت تخلي بالكم. عندكم في على جسمكم، في منكم عنده علامة زرقاء، وجع في الجسم، عندكم علامات. فياريت تخلي بالكم، لان انتوا بتيجوا على نفسكم دايما. اللي انتوا فيه ده غلط. الضغط النفسي اللي وراكم مسبب لكم ألم وحيرة، ومش عارفين دنيتكم ان انتوا ترتبوها، ولا عارفين حالكم في ايه. رغم ان انتوا بتقولوا يا رب، في عندكم حية وراكم وحشة، ابعدوا عنها على قد ما تقدروا. الحية دي وراكم، بقالكم فترة بتعانوا منها، لكن هي وراكم. انتوا ناويين على طاقة، ناويين على امور مستجدة. الناس المقربة ليكوا عايزة تحط عليكوا اكتر، وانتوا عارفين كده. بس انتوا بتحبوا الناس اللي حواليكوا، لكن هما مش بيحبوكوا. عندكوا باب رزق هيتفتح قدامكوا، باب طاقة. لو انتوا مستنين ورق هتمدوه، وفي ورق هيكمل على خير. لو انتوا مستنين استقرار هيكون عندكم في استقرار. لا، الحاجة اللي انتوا عايزينها هتحصل الفترة الجاية. انتوا خدتوا قرار الفترة دي ومش عايزين تتراجعوا عنه تاني. حتى لو كان القرار ده تعبكم، ممكن تكونوا خدتوا قرار تبعدوا عن الشريك، خدتوا قرار بطاقة تانية، بتغيير. القرار اللي انتوا خدتوه مستحيل حد يرجعكم عنكم، لانه انتوا خدتوه بتفكير رهيب واقتناع. حتى لو أثر عليكم ما بقاش يفرق معاكم. والاستقرار اللي عندكم ده استقرار راحة نفسية، هترتاحوا نفسيا الفترة الجاية، لأن انتوا حاسين ان حياتكم متلخبطة شوية، حياتكم فيها أمور منعكسة. عندكم في حد تعبكم الفترة دي من أبراج المائية،
ابراج مائية، ممكن يكون حد تعبكم، برج السرطان، العقرب، الحوت. حد تعبكم، حد واكل حقكم، حد مش واقف معاكم، والله اعلى واعلم. لكن الفترة الجاية هيكون عندكم امور مستجدة. حد عندكم بيتعامل معاكم ببرود، وانتوا ما بتحبوش العلاقة اللي فيها برود، وعشان كده مسبب لكم وجع دماغ. ما بتحبوش البرود في التعامل. البرود ان حد يتعامل معاكم ببرود. ما بتحبوش الوضع ده، بتحبوا ان انتوا تكونوا في عندكم استقرار. فياريت تخلي بالكم الفترة من نفسكم. الفترة دي انتوا عندكم القولون العصبي جدا، وده بسبب ان انتوا ضاغطين على نفسكم في امور كتيرة. في حاجات انتوا قافلينها ومش راضيين تتكلموا عنها. في حد انتوا طلعتوه بره حياتكم، مش عايزين تتعاملوا معاه. ده ليه؟ لان انتوا مش شايفين منه الراحة، ما شفتوش منه الاستقرار، ما شفتوش منه التفاهم بينكم. فعشان كده قررتوا ان انتوا تبعدوا، قررتوا ان انتوا تمشوا، قررتوا ان انتوا تغيروا حاجات كتيرة في حياتكم. في طاقة معينة، في حد بيكذب عليكم، وانتوا عارفين الحد اللي بيكذب ومستنين الحقيقة. الشريك عندكم لو كان عندكم في شريك قديم، انتوا ما عملتوش معاه حاجة وحشة، كرمتوه وفضلتوه عن نفسكم وعملتوا معاه حاجات كتيرة جدا، لكن انتوا معرفتوش تقفوا على الارض صلبة معاه. خانكوا، بعد عنكوا او سابكم، وعشان كده اتغيرتوا واعلنتوا ان انتوا تعملوا تجديد في حياتكم. اموركم هتكون حلوة الفترة الجاية، وزي السحر هيتقلب على الساحر، لان ربنا كريم عليكم وحبيب لكم الخير وحبيب لكم الطاقات المستجدة. والاعمال اللي عندكم دي ربنا مش راضي عنها، او ربنا مش حاببها ان هي تكون موجودة في حياتكم. فياريت تخلي بالكم من اي مشكلة مأثرة عليكم، لان ربنا كريم عليكم وحابب لكم ان انتوا تكونوا في الطاقات الجديدة، لان انتوا قلبكم طيب. لو انتوا ما بتتعاملوش بعدالة في حياتكم، انتوا بتتعاملوا بعدالة مع الناس اللي حياتكم. انتوا الفترة دي انتوا شايفين نفسكم مضغوطين مهنيا، عاطفيا، في كل الاتجاهات، لكن ربنا هيكون كريم عليكم. في شخص بيدبر لكم حفرة. الحد ده مرات اخ، يا اما حد بيخص العلاقات بتاعتكم في العيلة بتاعتكم. فدايما اقول لكم خلي بالكم، انتوا بتدوا الناس كلها طاقة ايجابية، لكن مفيش حد بيديك طاقة ايجابية. عندكم في تغيير مباشر، في مكسب هتكسبوه، في ربح، في منكم عايز يشتري عربية، ذهب، في حد عايزين تشتروا اكتر من حاجة. خلال الفترة الجاية هيكون عندكم مكسب في رزق حلو. في عندكم طريق انتوا مش مرتاحين فيه، لكن انتوا مكملين الطريق ده سلبي ليكوا. فياريت تخلي بالكم منه. انتوا اتألمتوا في الطريق ده كتير، لكن مصممين ليه؟ لان انتوا ما بتحبوش تنسحبوا عن اي حاجة انتوا دخلتوا بيها فيها بارادتكم. الانسحاب عندكم موت. طول ما انتوا دخلتوا في حاجة عايزين تكملوها وبتكبروا حتى لو جاي على صحتكم. فياريت ما ترهقوا نفسكم. طاقة تفكير، وطاقة التفكير دي هي اللي مسببة لكم الإرهاق، مسببة لكم عدم الراحة، تعبانين من كتر الضغوط. العلاقات النرجسية أو العلاقة النرجسية دي تعباكوا واخدة من طاقتكم. فخلي بالكم، لأن انتوا عندكم دفعة لقدام، في خلاف بينك وبين حد مسبب لكم ضيقة. عندكم حرف الدال والميم والحاء، الثلاث حروف دول عليكم علاقة بيهم. حد آه في اسمه الحروف دي في علاقة تخص. فياريت تخلي بالكم، لان انتوا مش ناقصين، مبقتوش تعاتبوا زي الاول. في عندكم تغيير بشكل كبير، في منكم مخنوق شايل هموم الدنيا. حتى ملامحكم بدأت تتغير، ملامحكم متغيرة، ملامحكم مش زي الأول. مفيش أي استقرار في الملامح عندكم، نفسيتكم تعبانة. فياريت تخلي بالكم على قد ما تقدروا، واي عين مركزة عليكم حاسين ان انتوا محسودين، ياريت تحصنوا نفسكم، لان انتوا عندكم في تجديد وفي فرحة انتوا مستنينا، في استقرار حلو الفترة الجاية. خبر ليكوا بيحبكوا فوق ما انتوا متخيلة. انتوا لازم اعصابكم تكون هادية، لازم تكون هادين، والاستقرار النفسي لازم يكون مفتوح قوي. انتوا الفترة دي هيكون عندكم في استقرار
استقرار جسدي، لان انتوا هتبدأوا تاخدوا بدأتوا تهتموا بعلاجكم تاني، هتبدأوا تهتموا بصحتكم أول فترة ديت. آه لازم تقعدوا مع نفسكم وتعرفوا انتوا عايزين ايه. في عندكم شخص عامل صديق لازم تبعدوا عنه، لازم ما تتكلموش معاه، او لازم ما تفتحوش معاه مجال للكلام، لان الشخص ده شخص مش زي ما انتوا فاكرينه، او مش زي ما انتوا راسمين له وفي حياة في بالكم. هو متقلب المزاج، كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه، ومش حابب لكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب حبايبي